ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه في الشتا دي؟ تعالي نعمل حاجة حلوة وسريعة ومنعشة في نفس الوقت. هنعمل كيكة بالبرتقال بس بالصوص بتاعها حكاية. دول 2 كيلو ونص، قصد 2 كيلو ونص ايه معلش. ده كوبايتين ونص دقيق انا نخلاه. ماشي. وهنا كوبايه الا ربع زيت. المج اللي هتعيري بيه الزيت هو اللي هتعيري بيه الدقيق، هو اللي هتعيري بيه السكر والبرتقال. كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع عصير برتقال، كوبايه سكر. لو عايزه كوبايه وربع سكر ماشي، مفيش مشاكل. عايزه كوبايه بس ماشي، حسب ايه ما انت تحبي. هنا بيضتين، واحده فانيليا وواحده بيكنج باودر. ماشي. واحده واحده كده بالخطوات، هتلاقي نفسك عملتي اسهل واسرع حاجة حلوة تاكليها انتي والولاد. وهنا طبعا الخلاط اللي هنضرب فيه كل المكونات اللي احنا عندنا دي. ماشي. هنحط البيضتين، عايزة تعمليهم بالمضرب اليدوي مفيش مشاكل. وهنحط الكوباية الا ربع زيت. هنحط كل السوائل اللي معانا دي وهنضربها ضربة كويسة وهرجع لكم تاني. ضربناهم ازاي؟ ضربة كويسة جدا لغاية لما اللون بقى لون فاتح. طبعا ما ننساش محسن الكيك ايه هو؟ معلقه خل. ماشي. هنا الدقيق حطينا عليه باكل بيكنج باودر. وهندلق بقى الخليط اللي احنا عملناه ونقلبه في اتجاه واحد. في اتجاه واحد مش اتجاهين، اتجاه واحد. وهنا احنا بطلنا الصينيه بتاعتنا على قد الكوبايتين ونص اللي احنا عملناه. في اتجاه واحد هتفضلي تقلبي كده لغايه لما الخليط يمتزج ببعضه. بص يا حبايبي، احنا مزجناهم كلهم. بص السوائل بقت عامله ازاي في بعض مع الدقيق. بص، هي الكيكه كده تبقى مظبوطه. ماشي. نحطها في الصينيه. احنا طبعا مسخنين الفرن على درجه حراره 180 قبل ما اشتغل فيها. افضيها في الصينيه وادخلها الفرن. بص الكيكه بقت عامله ازاي بعد ما فضيناها في الصينيه. طبعا هتخبطيها خبطتين كده على الرخامه. ماشي. ندخلها الفرن وبعد كده اوريها لك هنعمل فيها ايه تاني. بقى نعمل احلى صوص للكيكايه الحلوه اللي في الفرن. كوبايه برتقان، كوبايه عصير برتقان انا عصراها اهي ومصفياها. هناخد عليها معلقتين سكر على معلقه كبيره نشا اهي، وهندوبهم على البارد وبعد كده نرفعهم على النار لغايه لما يبتدوا تتقل سنه، مش تبقى مهلبيه، يا دوبك تتقل سنه كده، تبقى عامله زي الكراميل كده صوص. دي اللي هنزوق بيها الكيكايه الحلوه اللي احنا هنطلعها. هنقلب على البارد، نقلبها كده على البارد وبعد كده احطها على النار واوريكم هتبقى شكلها ايه. بس هنقلب مع بعض كده على البوتاجاز لغايه لما الصوص يتقل شويه، مش يتقل خالص، يبقى زي المهلبيه. ولازم يبقى بارد عشان اول ما الكيكه تطلع اروح حطها عليها. بس ابتدى يتقل ازاي. انا مش عايزاه كده بقى تقيل كده. احنا هنوطي عليه شويه. انا مش عايزاها تقيله، انا عايزاها زي صوص البشاميل خفيفه. لو احتاجت برتقال تاني هحط لها، ان هي كده كويسه. بس الصوص طبعا كل ما هيبرد كل ما هيتقل. اروح مزوداه
ببرتقان، بعصير برتقان. انا عايزاه يبقى الصوص ايه، سائل كده، ما يبقاش تقيل زي المهلبيه. هسيبه يبرد وهنشوف بعد ما يبرد هيبقى شكله عامل ازاي. بصي طلعت من الفرن ازاي جميله. كاميرا ظلماها، لونها حكايه. هقلبها عشان اوريكم الصوص بتاعها يبقى شكله عامل ازاي. الله، جميله، لونها جميله، تحفه تحفه تحفه. بصوا لونها عامل ازاي. وادي الصوص بتاعها اللي احنا عملناه، هنروح حاطينه عليها كده اهو. واو، حكايه، احلى تورتايه واحلى كيكايه. جميله جميله جميله، جربوها وهتدعولي. بصراحه ريحتها تجنن تجنن. بص الحلاوه بقى والجمال. الله 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 بصراحه. يلا وهنزوقها كمان. بس الحلاوه، ايه الحلاوه دي، تورتايه تورتايه ببلاش اهي. جميله جميله جميله، ريحتها تحفه. شفت الحلاوه والجمال. تعالى بقى نقطع معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي سخنه، لسه مخرجينها من الفرن، بس عشان حبايبنا الحلوين انا هوريها لكم. ريحتها طبعا جميله 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 جميله. بص الارتفاع بتاعها والحلاوه. بص الجمال. اتقطعت طبعا حته عشان لسه سخنه، بس تحفه تحفه بجد، روعه وعاليه. بص عامله ازاي، جميله جميله ما شاء الله عليها، وريحتها تجنن تجنن تجنن. جربوها وقولوا لي في الكومنتات بقى ايه رايكم. حبايب ام امير يا عسل، الف هنا وصحتين وعافيه عليكم.